في الوقت الذي يتشدق فيه المخزن بانتصار كبير في الصحراء الغربية مع حصرية الحكم الذاتي، وتعرفون هذا الكلام كله ظهر بأنه غير حقيقي، والملف ما يزال مفتوحا على كل الاحتمالات. وحتى قرأت البارح بأن العاهل المغربي يلتقي بأحزاب سياسية من أجل بحث ملف الحكم الذاتي، يعني وكأن الأمر انتهى، وفي حين أن الأمور ما تزال مفتوحة. أوكي، هذا ملف الصحراء الغربية المفتوح. ماذا عن سبتة ومليليا؟ لأن الوحدة الترابية هي كل لا يتجزأ، يعني أنت لا تستطيع أن تكون وطنيا تدافع عن أرضك هنا في الصحراء وتفرط في أرض أخرى في سبتة ومليليا. أم أن الوطنية تختلف من الجنوب إلى الشمال؟ لا أعرف، ربما هنالك تعريف آخر في القاموس المغربي لمفهوم الوحدة الترابية والوحدة الوطنية. لماذا نقول هذا الكلام؟ لأن اللجنة التنفيذية للحزب الشعبي الإسباني المتزعم للمعارضة في إسبانيا عقدت اجتماعها في مدينة مليليا، وهي سابقة بكل المقاييس. مليليا المحتلة، سأذكر المحتلة دائما حتى أذكر يعني أمير المؤمنين والمؤمنين أيضا بأنها محتلة، هي سبتة ومليليا بالمفهوم المغربي. فالحزب الإسباني دعا إلى ضرورة تعزيز الطابع الأوروبي للمدينة رفقة سبتة، يعني هم مصرون، عقدوا اجتماعا رسميا في مدينة مليليا وطالبوا بإضفاء الطابع الأوروبي للمدينة رفقة سبتة، يعني لا تفكر يا مغرب باستعادة سبتة ومليليا. ويتزامن هذا القرار طبعا مع ما يحدث في ملف الصحراء الغربية في مجلس الأمن وغيره وغيره. الحزب الشعبي كان قد اعتاد عقد اجتماعات هيئته السياسية في العاصمة مدريد، يعني هم مولفين يجتمعوا في مدريد، لكن ذهبوا إلى مليليا هذه المرة في مؤشر أرسلوه إلى المغرب على أساس أنه ما تريدون فرضه في الصحراء لا يمكن فرضه في سبتة ومليليا. وانتهى الاجتماع وفق وكالة أوروبا بريس